السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا أحلى متابعين؟ رجعت لكم بفيديو جدا جميل ولذيذ. سوينا اليوم وصفة يريش الربيان، وطبعا كل بيت بحريني له طريقته وهذه طريقتي. شوفوا ما شاء الله هني جمال الطبق والألوان الجميلة. سويت هالطريقة اللذيذة، انطلبت مني في كذا تعليق. أنا طبعا صورتها من زمان بس توني أسوي المونتاج، يعني عذروني صراحة، أنا مقصرة في حقكم بس عذروني. كثر ما أقدر راح أنزل لكم وصفات تستفيدون منها. طبعا نفس ما عودتكم لازم أذوق وياكم. تشوفوا ما شاء الله حبات اليريش والربيان ما شاء الله لذيذ، والدخنة شوفوا قاعدة تطلع يبين تو منشوب. هني قاعدة أقول لكم لذيذ، وطبعا ما يوقف. فعشان كذي يلا مع بعض أعلمكم من البداية شلون سويت هالطبخة اللذيذة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء راح أبتدي في طابي. شنو راح أحط فيه؟ راح أحط فيه كوبين يريش. هذا النوع اللي استخدمته اليريش اللي حبته شوي كبيرة. في أنواع ثانية تكون الحبة شوي صغيرة نفس البرغل، فانتوا حاولوا تستخدمون هذا النوع من اليريش. الحين شنو راح أسوي فيه؟ راح أشفشفه في ذي الطابي. وطبعا أشفشفه هي كلمة بحرينية نستخدمها إن إحنا نقالب في الشيء بدون زيت، لأنه وايد انسألت يعني شنو تشفشفونه. وهذه طبعا الكوب الثاني، وراح نشتغل على نار جدا هادئة. هني بنقالبه كذي لين يتغير لونه، ولين تحسون انه شوي بدأت تطلع منه أدخنة. وهني خلاص وصلت للون اللي انا ابيه، لين تحسون شوفوا في دخنة قاعدة تطلع من اليريش. هني تحسون انه خلاص استوى. الحين خلصنا الخطوة الأولى. إني الحين حق الخطوة الثانية عندي هني بصلتين قطعتهم مكعبات، راح أحطهم في جدر بدون زيت. وطبعا بقالب في البصل لين ينشف مايه. هني تشوفوا معاي نشف ماي البصل. راح أحط ربع كوب زيت، وعندي هني قفشة سمنة. اللي ما يحب السمنة يقدر يحط زبدة. وببتدي أرجع أحمس في البصل بالزيت والسمنة أو زبدة، أي مادة دهنية أنتوا تحبونها تقدرون تستخدمونها. وكذي بقاع القفشة تحكون أي شيء لاصق في الجدر، يعني هذه الأشياء المتكرملة تطلعونها مع البصل، هي اللي راح تعطينا النكهة اللذيذة في أي طبخة نسويها. ونيهني حق الربيان، أنا على كوبين اليريش تقريبا استخدمت شوية أزيد من نص كيلو ربيان. نظفته، شقيت ظهره، نظفته زين ما زين كذا مرة. يسألوني شلون الربيان ما يطلع ريحة. الربيان أول شيء لازم تشترونه من مصدر موثوق ويكون فريش. أنا هذا الربيان مالي فريش، شريته ونظفته وغسلته. غسلته بشنو؟ مجرد بماي وملح شوية ليمون بس، وخليته في هذه المشخالة. انتو الربيان مالكم مثلج، شنو راح تسوون؟ اذا مثلج شوية يكون في ريحة، فتجيبون جدر وتحطون فيه ماي مغلي، وتحطون معه شوية ملح وشوية كركم، تنزلون في الربيان كذي تقريبا 3-4 دقايق، وتشيلون من الربيان وتبتدون تحمسونه في الحمسة مالتكم. أما إذا فرش نفس اللي عندي هني دايركت تشتغلون فيه، ما في ريحة، خنين لذيذ. عندي هني البهارات ملح وفلفل أسود وبابريكا وكركم. ودائما دائما إذا تغسلون الربيان الدياي اللحم خلوه في مشخالة. ليش؟ لأن المشخالة تنزل أي سائل زيادة، تنزل أي بهارات زيادة، فما يصير في ريحة. ونبتدي نسوي مساج حق الربيان. ليش أنا أحب أتبل في مشخالة؟ دايما أقول لكم تبلوا في مشخالة عشان أي بهارات زايدة، أي سوائل زايدة، هذه السوائل يكون فيها ريحة فلازم تنزل، فما يصير تتبلونه في صحن. نرجع هني حق البصل مالنا، تقريبا وصل للون اللي أنا أبي. شوفوا السوائل والبهارات اللي نزلت في الصحن.
الحين ننزل الربيان على البصل وتكون النار جدا عالية، وما تقلبون الربيان ويا البصل وتخلونه 4 دقايق على نار عالية. وهني رجعت لعقب 4 دقايق، شوفوا التقليب شلون راح يكون، لا في سائل ولا في اي شيء. قلبناه شوية وبعدين بعد بخليه 4 دقايق زيادة. شوفوا هني عقب 4 دقايق خلاص الربيان صك عندي وصار شوية متحمر وريحته تينن. الحين نشوف شنو راح نحط عليه. راح احط عندي ثوم، فلفل اخضر حار، فلفل اخضر بارد احمر، فلفل اخضر بارد اخضر، وعندي هني اوراق الكاري بتا لازم تستخدمونها في ذي الاكلة. وبقالب الثوم مع الربيان مع باقي المكونات، أبي ريحة الثوم تطلع وريحة أوراق الكاري بتا تطلع بعد في هذه الوصفة. الحين عندي هني طماطتين كبار حطيت عليهم نص قفشة صغيرة شكر. حطوا ذي المكون راح يعطيكم نكهة جدا لذيذة، بيغير لكم الطعم لأنه بيوازن حموضة الطماط. وبقالب الطماط مع المكونات اللي حمسناها من قبل، أي مكون ننزله نعطيه 2 دقيقتين حماس، وراح أغطي عليه وبخليه 3 دقايق أبي الطماط يتمخمخ. عندي هني كركم، وحاولوا تستخدمون الكركم الفريش، بس لا تسوون نفس غلطتي لأن بعدين سوى يدي كامل صفرة. لبسوا جلوفز. وهني عندي الزنجبيل بعد بقشره وببشره. هني عقب 3 دقايق نرجع حق حمسة. قلبنا حين كل شيء. الحين يدور اني احط الزنجبيل والكركم، طبعا تبشرونه عادي. ومن نحط الزنجبيل والكركم الفريش نقالبه زين ما زين مع باقي المكونات. الحين يدور اني احط البهارات. عندي لومي اسود وكزبرة وكمون وبزار بحريني. ما عندكم ابزار بحريني تقدرون تستخدمون الابزار اللي قوطيه اخضر، يعطي نفس النتيجة. وبقالب البهارات مع باقي المكونات. عندي هني صرة كزبرة او حشيش نقطعها بهالطريقة ونقلبها مع باقي المكونات لين تطلع لنا شوي ريحة الكزبرة. طبعا لحد الآن النكهات تينن، بس إذا تبون تعززون النكهة أكثر تقدرون تحطون مكعب ماجي. والملح راح نحطه الحين، وبعدين قبل ما نكبس اليريش راح نذوق، إذا احتاج ملح زيادة راح نحط. وبقالب شوية. وحين دور اني انزل اليريش اللي شفشفته مع البهارات. ما ادري انا ذكرت حطيت كم حبة هيل، ظاهر نسيت لان حين شفته وانا اسوي المونتاج شفت كم حبة هيل. حطوا مع البهارات كم حبة هيل. المهم هني بقالب اليريش مع كل المكونات. اب اليريش يتشرب كل هالنكهات اللذيذة قبل ما احط الماي عليه. هني دور الماي، والماي نفس ما علمتكم. تحبون اليريش لين زيدوا ماي، تحبونه نثري خلوه فوق اليريش بسنتي 1، عاملوه نفس معاملة العيش. احنا عندنا هني في البيت يحبونه لين، انتو اللي تحبونه تقدرون تتحكمون بكمية السائل. شوفوا انا دي الكمية هي المقدار الصح، بس انا ايش راح اسوي؟ راح ازيد بعد شوي ماي لان ابي اكثر يكون لين، وتعطونا تقليبة حلوة. وهني مرحلة تذوقونه، إذا يبي ملح في هالمرحلة تحطون. طبعا أنا ذقته كل شي ما شاء الله مضبوط ولذيذ. تذوقونه تشوفوا شنو يحتاج زيدوا. هي طبعا عقب 5 دقايق تقريبا أو 6 دقايق بعطي كذي تقليبة بالقفشة. تقريبا شفط خلينا نقول 95% من السائل اللي فيه. أنا في ذي المرحلة شنو راح أسوي؟ راح أحط فلفل كذي على الوجه، وطبعا ذي حركة اختيارية، إذا عندكم حطة وما عندكم ما يحتاج. وبنثر عليه كزبرة مقطعة
أفضل نوع سمنة أو زبدة استخدموه حق ذي الأكلة. ذي الأكلة تبي مادة دهنية لذيذة. بحطه كذي على الوي وبحط ورق زبدة لأن أبي أكتم الجدر عدل، ما أبي ولا نسمة بخار تطلع منه، وبغطي عليه وبخليه تقريبا 35 دقيقة على نار جدا هادئة. وهني طبعا رجعت له عقب 35 دقيقة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح عليه. ورق الزبدة طاح، عادي نشيله في البخار اللي فيه. ما شاء الله الريحة تينن، وكذي بالملاس نحركه. هذا القوام المطلوب، هذا القوام اللي احنا نحبه. تحبون انتو شوية نثري عن ذي القوام، قللوا نسبة السائل. وهني طبعا برست صحن اللي بنشب فيه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح على جدرنا. وهذه أول ملاس راح نشبه معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا قوام اليريش، ما شاء الله ما شاء الله، فعلا كانت طبخة لذيذة، خاصة تعصرون عليه شوية ليمون والبصل في هالجو البارد. وجبة مشبعة تدفي البطن لذيذة. دائما كانوا أهلنا الأوليين يسوونها. طبعا احنا البحرينيين مشهورين باليريش اللي على ربيان. وطبعا لكم حرية التزيين، أنا هني مقصصة ليمون وفجل وبصل، انتوا على راحتكم زينوا باللي تبونه. وبكذي وصلنا لنهاية الفيديو. سويت معاكم يريش الربيان البحريني بطريقتي، إن شاء الله تكون وصفة خفيفة وسهلة وسريعة عليكم. الحين وصلت لنهاية الفيديو. أقدر أقول لكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد أنا نزله لكم. الحين أقدر أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.